تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في فيديو جديد. تصدرت فضيحة فاطمة الخالدي محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، حيث ازدادت معدلات البحث عن فيديو فضيحة فاطمة الخالدي في وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وتساءل الكثير عما هي فضيحة فاطمة الخالدي البلوجر العراقية. وفي عصرنا الحديث ظواهر الشهرة والانتشار السريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لأي شخص أن يصبح نجما مشهورا عبر بضعة نقرات على الهاتف الذكي. ومن بين تلك الشخصيات الشهيرة التي ظهرت في الآفاق الرقمي هي الفتاة العراقية فاطمة الخالدي، التي نالت شهرة واسعة بفضل مقاطع الفيديو التي تنشرها بشكل يومي على حسابها الشخصي. ومع ذلك لم تكن شهرتها خالية من الجدل والانتقادات. ومن خلال تداول المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت فاطمة الخالدي تصبح محط اهتمام الجمهور بشكل ملفت، فقد أصبحت في الفترة الأخيرة جدلا واسعا بين المتابعين بسبب فيديوهاتها المثيرة للكثير من التساؤلات والشكوك حول المحتوى. ومن هنا بدأت الانتقادات تتوالى والجدل بين الناس، حيث انتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه البلوجر العراقية فاطمة الخالدي مشهورة التيك توك وهي بدون ملابس وبشكل فاضح، وتقوم بحركات غير أخلاقية، حيث تعرضت للكثير من الانتقادات والاستياء في الشارع العراقي وأيضا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تساءل الكثير عن الأسباب والدوافع وراء خالدي. هي بلوجر عراقية واحدة من مشاهير التيك توك في الانتباه، حيث مجرد شعبية كبيرة ولها قاعدة جماهيرية واسعة. تنشر فاطمة العديد من مقاطع الفيديو الترفيهية على حسابها الخاص، وتركز على تقديم محتوى بهدف التسلية وإسعاد المتابعين. تبلغ فاطمة من العشرينيات من عمرها، ولها جنسية عراقية، وبفضل محتواها الفريد والممتع تمكنت من جذب عدد كبير من المعجبين والمتابعين على تيك توك. وبكده كنا قلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول الفيديو الفاضح المنتشر للبلوجر العراقية فاطمة الخالدي، والذي أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ده كان فيديو النهاردة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.